السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخواتي وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله نعمل مع بعض الكنافة بالمكسرات، تحفة ولذيذة. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. الاول هنعمل الشربات عشان يبرد طبعا على ما الكنافة تطلع. هنعمل كوباية ونص سكر، تمام، زي ما احنا شايفين اهو، كوباية ونص، عليه كوباية ونص مية. هو المقدار زي بعضه علشان خاطر الشربات يطلع تقيل والكنافه ما تبقاش طريه منك، تبقى مقرمشه ومن جوه طريه، تمام. ادينا حطينا اهو كوبايه ونص ميه، كمان حطينا كوبايه وادي النص، يبقى كده كوبايه ونص سكر على كوبايه ونص ميه. هنحط عصره ليمونه، عصره نص ليمونه اهو، وهنحط شويه فانيليا صغيرين، تمام. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. ربنا يا رب يعود عليكم بالخير يا رب. بصوا اهو الفانيليا حطيتها، هندوبها. هندوب بقى السكر بالراحة خالص شوية كده لحد بس ما السكر يختفي سنة، ونولع عليه نسيبه بقى مع نفسه. هيستوي قد ايه؟ هقولك انا هيستوي قد ايه. هما 10 دقايق بالظبط، وهتطفي عليه، مش اكتر من كده، عشان ما يعملش منك. وما تقعديش بقى تقلبيه وهو على النار عشان ما يسكرش منك. احنا هنحطه على النار، انا بقلبه دلوقتي ولسه ما ولعتش عليه. بعد ما اولع عليه خلاص بقى، تمام، زي ما احنا شايفين اهو. انا بقلب ولعت اهوت، وهسيبه بقى لحد ما يستوي مع نفسه. ده نص كيلو كنافه كان في الفريزر، تمام. لو انت لسه جايباها صبحه هاتيها وحطيها برضو بقى ايه بتاع نص ساعه في الفريزر لحد ما يتجمد، وبعدين طلعيها تفركيها كده زي ما انا بعملها. بتبقى جميله احسن من الكبه، لانك لو حطيتها في الكبه تبقى ناعمه قوي، واحنا مش عايزينها ناعمه قوي. بفضل افرك فيها كده لحد ما ايه ما تفرفت كلها، تمام، زي ما احنا شايفين اهو. طريقه سهله وبسيطه وجميله جدا، وتفضل بقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. بصراحه كانت تحفه، زي ما احنا شايفين اهوت. هفضل ايه افرك فيها لحد ما ايه ما تتعمل كلها. ان شاء الله يا رب طريقتي تعجبكم، ويا ريت بقى ترفعوا لي لايك كده بالله عليكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. انتوا شايفين بقى الدنيا وشوفين القناه عامله ازاي، فيا بالله عليكم عشان ما يقاسش يعني. زي ما احنا شايفين اهو. بصوا انا فرقتها كلها خالص اهو، ما خليتش فيها اي تكتلات. جايبين بقى صينيه اهيت، هدهنها بالسمنه. الصينيه دي 30، مقاس 30، تمام. الصينيه حسب ما انت عايزه، بس الصينيه دي كانت جميله للنص كيلو اهو. ندهنها سمنه زي ما احنا شايفين اهو. كل اللي نستخدمه في الوصفه ديت كوبايه الا ربع سمنه بس. عايزه بقى تحط سمنه بلدي، عايزه تحط سمنه من العاديه، اي حاجه زي ما انت عايزه. زي ما احنا شايفين اهو، دهنت الصينيه. هبتدي بقى ايه اقسم بالظبط النص ده بقى بعينك انت بقى تقسمي النص زي ما احنا شايفين اهو. لازم تفرطيها كده في قعر الصينيه. في ناس بقى بتحط سمنه بتعمل الكنافه كلها بالسمنه، بتغلفها وبتحط عليها سكر بودر. لا انا بعمل كده عشان انتي لما تيجي تحطي السمنه هتلاقيها كتلت معاكي، انما كده احسن. احنا كده كده هنحط السمنه في الاخر اللي هي هتحتاجها الكنافه، فمش محتاجه ان احنا نحط السمنه دلوقتي. فزي ما احنا شايفين بصوا انا بوزع على الصينيه عشان ما يبقاش في حته فيها وحته ما فيهاش، ما يبقاش في حته عاليه وحته واطيه. زي ما احنا شايفين اهوت، انت توزعها كويس. حتى بصوا انا بعملها بايدي اهو عشان خاطر اشوف كده، اشوف انهي حته عاليه وانهي حته ما فيهاش. ف اديكوا شايفين اهو. هحط بقى ايه بقيه الكنافه طبعا. ان شاء الله طريقتي تعجبكم، ويا ريت بقى ما تنسونيش بالله عليكم. زي ما احنا شايفين اهوت. انا والله قلة ان انا ما بنزلش فيديوهات كتير في القناه،
بسبب قلة التفاعل، ان ما اشوفش حد بيتفاعل معايا. مش عارفة بقى في ايه بالظبط، الله المستعان، بس الحمد لله على كل حال. والله القناة تعز عليا جدا جدا جدا، يعني انا كنت عايزة ابيعها بس رجعت قلت لا، بجد تعز عليا، بحبها قوي. وقلت هي ذكرى مني، يعني تبقى ذكرى بقى، حبايبي واخواتي وصحابي بقى يبقوا يشوفوني بعد كده بعد عمر طويل بقى. فان شاء الله يا رب يكرمني فيها باذن الله. زي ما احنا شايفين، بصوا انا بضغط اهو بايدي عشان اشوف بالظبط الدنيا ايه، الحته المتساويه، الحته اللي عايزه شويه. اهو بصوا انا بشوف الحتت اللي هي ما فيهاش، بكبسها كويس، لازم تتكبس على فكره. هنا بصوا دي كوبايه الا ربع سمنه، هنبتدي ان احنا نسقسق شويه بس كده، عشان ده الايه الطبقه الاولانيه. زي ما احنا شايفين دي سمنه كريستال على حته بلدي صغننه كده، يعني مخلطه. بص دي بقى مكسرات، عندك بقى ده سوداني وجوز الهند، عندك بقى اي نوع مكسرات حطيه. دي معلقتين شربات من اللي احنا عملناه، قلبناه اهوت عشان تدي طعم، والمكسرات تمسك في الكنافه. زي ما احنا شايفين بقلبه كويس بس عشان ايه كله يختلط بالشربات، وهنحطه كله على الكنافه دلوقتي اهو. زي ما احنا شايفين اهوت، اي نوع مكسرات عندك اعملي حطي اي حاجه، والله حتى لو ما فيش مكسرات ممكن يعني ساعات بعملها من غير اي حاجه، بتبقى جميله برضه. كل سنه وانتم طيبين حبايبي واخواتي، شهر رمضان الكريم، وربنا يا رب يعود عليكم باليمن والخير والبركات يا رب العالمين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كده ربنا يحقق لكل واحد اللي يتمناه بامر الله اهو. زي ما احنا شايفين نزلت كل المكسرات، وهبتدي بقى ان انا اوزع بقيه الكنافه على الوش، تمام، عشان خاطر ايه نبتدي بقى ان احنا نظبطها ونكبسها جامد. اهم حاجه على فكره ان انت تكبسي الكنافه علشان خاطر الحشوه ما تبقى يعني يبقوا الاتنين لازقين في بعض، الطبقه اللي فوق والطبقه اللي تحت اهو. هنحط بقى الكنافه تمام كده ان شاء الله بامر الله، ان شاء الله الطريقه تعجبكم بامر الله اهو. نحطها اهو زي ما احنا شايفين، هي الصينيه دي 30 خدت النص كيلو بالظبط. عايزه بقى ايه تعملي اصغر مفيش اي مشكله. بسوي بايدي طبعا يا جماعه، انا بعمل بايدي والله، غسلاها عشان محدش يقول بايدي ومش ايد، انا مش بحب الجوانتيات. زي ما احنا شايفين بصوا، ببتدي ان انا ايه اشوف الدنيا بايدي كده، ايدك هي اللي تحس على فكره بالحاجه، هتحس كده ان ايه تشوفي. لو انت مش هتعرفي تقسمي النص كيلو بعينك كده، ممكن لو عندك ميزان توزني ربع وربع وتظبطي الدنيا اهو. هنكمل بقى اهي، شفتوا خدت بسم الله ما شاء الله النص كيلو بالظبط اهو زي ما احنا شايفين تمام. بصي بقى انا هجيب ايه، هجيب دلوقتي كيس تلاجة وافتحه، كيس تلاجة نضيف وهفتحه تمام، وهبتدي ان انا احطه على وش الصينية، وهجيب بقى الصينية الاصغر من الصينية دي، وهبتدي ان انا اكبس الصينية خالص اهو. زي ما احنا شايفين اهو كيس التلاجة اهو، وهبتدي بقى بالصينية الاصغر منها. اكبسي بقى، اكبسي على قد ما تقدري علشان الكنافة تبقى ايه مظبوطة معاكي. زي ما احنا شايفين اهو، اكبسيها حلو علشان خاطر ايه تتظبط وتبقى مظبوطة في الصينية. والمكسرات كده 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 بقى، المكسرات لزقت في بعضها فوق وتحت اهو. زي ما احنا شايفين
هبتدي بقى ان انا دلوقتي اهي هبتدي بقى ان انا اكمل بقيه السمنه بتاعتي اهو. ما تقلقيش هتشرب السمنه دي كلها كده، السمنه مش كتيره، بس هي الكنافه بتحب السمنه، يعني الكنافه تحب السمنه، ما تحاوليش ان انت تقللي عن كوبايه الا ربع. تمام اهو زي ما احنا شايفين هسقيها كلها بالسمنه. كل حته فيها اعمليها. خلاص هنولع بقى الفرن ونحطها في قلب الفرن. هي بتاخد بالظبط بتاع ساعة الا ربع في الفرن، حسب بقى الفرن بتاعك. انا عندي في الفرن بتاعي 3 ساعة الا ربع. اهي هنكمل بقية السمنة كلها اهي. بس خلاص تمام كده. هقوم بقى ادخلها الفرن، وبعد ما تطلع من الفرن بأمر الله هتشوفوها معايا ان شاء الله. بصوا بقول لكم اهي كلها اتسقت بالسمنة. يلا بينا نشوفها. طيب بصوا بعد ما طلعت من الفرن على طول الشربات بارد وهي سخنة مولعة طبعا، هنزل على طول بالشربات عليها اديها يا بصوا كمية الشربات اللي تاخده كلها، يعني على قد ما تشوفي بقى هي هتشرب قد ايه. الشربات عامة لو انت عايزة تحطي عليه عسل كلوكوز ممكن تحطي عسل كلوكوز، بس بصراحة هو ما كانش متوفر عندي وانا عملته زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله جميل وتقيل ولحد اخر حتة في الكنافة، والحمد لله ما سكرش ولا عمل اي حاجة ولله الحمد. ليه؟ عشان ما قلبتوش كتير وهو على النار، لان كتر التقليب على النار بيسكر من الجوانب بيسكر، فبيسكر لك الشربات. اهو زي ما احنا شايفين والله بسم الله ما شاء الله كانت ناشفة من بره مقرمشة ومن جوه طرية جدا، كانت لذيذة اوي بجد. الف هنا وشفا يا رب. ان شاء الله يا رب طريقتي تكون عجبتكم. بالله عليكم ما تنسونيش بقى في الشير واللايك وتفعيل الجرس، علشان ايه اي حاجة انزلها تبقى ايه ان شاء الله بامر الله تعجبكم بامر الله وتشوفوها. زي ما احنا شايفين بصوا بقول لكم بصوا من بره ناشفه ناشفه مقرمشه يعني، ومن جوه بسم الله ما شاء الله طريه. يا رب يا رب الطريقه تكون عجبتكم. يا ريت بقى ما تنسونيش في الشير واللايك وتفعيل الجرس. اهو زي ما احنا شايفين انا هقطع حته وهوريها لكم. والله ما كانت لسه بردت، كانت سخنه، بس قلت اوريكم برضو الاول قبل ما نقفل خالص. بصوا بسم الله ما شاء الله بجد بجد كانت جميله. انا مش هضحك عليكم واقول لكم ده انا خبيره حلويات، لا والله ما كنتش بعرف اعملها الاول، بس الحمد لله بقيت اعرف اعملها. بصوا ان شاء الله هعمل معاكم قريب بام كريمه، وهنعمل مع بعض حاجات جميله بامر الله. شجعوني بالله عليكم، ويا ريت بقى ما تنسونيش في الشير واللايك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد مع قناه يومياتي انا وبناتي. ومع السلامه، كل سنه وانتم طيبين.